ودي اللي اكد عليها كمان برضه يا فندم برضه معالي رئيس الوزراء، اللي قال في مارس 2026 او في اخر فبراير 2026 سوف يحس المواطن او يستشعر المواطن المصري بمستوى المعيشه المختلفه باذن الله يعني. ان شاء الله. شوف حضرتك، باذن الله احنا في 25 اللي باقي عليها يوم ولا اتنين وتخلص. بنقول ايه؟ هو مرحله الثبات. يعني معدلات التدهور اللي كانت بتحصل توقفت، ومرحله الثبات تمهيدا للانطلاق، وانطلقنا فعلا. ولكن حضرتك 2026 هتبقى مرحله بدايه الازدهار باذن الله. هل احنا بدأناها من اليوم مرحله الازدهار، بدليل بنتكلم على استثمارات، بنتكلم على بنيه تحتيه، بنتكلم على زياده الصادرات، بنتكلم على زياده الاستثمارات، بنتكلم حضرتك على زياده معدلات الاجور وزياده المعاشات، بنتكلم عن خفض خدمه الدين. وبالتالي كلها مؤشرات كليه الحقيقه بتساعد ان في المرحله الجايه ان المواطن المصري هيبدا يحس عن طريق عوامل متعدده. خليني الخصها لك بسرعه. نمره 1 زياده معدلات الاجور من يناير اللي جاي ان شاء الله. نمره 2 انخفاض معدل التضخم. انخفاض معدل التضخم بيؤدي الى زياده ايه؟ القوة الشرائية للمواطن. يعني الجنيه المصري هيشتري عدد بنود من السلع اكتر من البداية. نمرة 3 حضرتك زيادة معدلات التشغيل. نمرة 4 انخفاض معدلات البطالة إلى 6.4 وهو من أفضل المعدلات فعلا يا فندم. واللي بيأكد كلام برضو حضرتك برضو يا فندم برضو موضوع برضو ان مصر كمان بتتقدم في الحكومة الرقمية 47 مركز وتوصل للمركز ال 22 يا فندم. الرقم ده معناه ايه يا فندم عشان نفهمه الناس كده، المواطن البسيط يعني اللي عايز يفهم معنى الحكومة الرقمية ومعنى اللي احنا وصلنا لرقم 22 في المركز ده؟ شوف حضرتك، ده نقلنا من مستوى لمستوى تاني. نعم احنا اصبحنا في مستوى ايه؟ طب كويس قوي. ألف واحد من الدول الأولى المصنفة في مجال الحكومة الرقمية وفي مجال تكنولوجيا المعلومات. نعم. ليه بقى حضرتك؟ وده اللي اتكلمنا فيه في أول حتى فقرة مع حضرتك. اللي احنا قلنا ان بنهتم كمان بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحاجات اللي ندى بيها. نتج عنها ايه حضرتك؟ نتج عنها ان في قطاع الاوت سورسنج، خدمات التعهيد. نعم فندم. انت في سنة عملت 5 مليار، السنة دي متوقعين 10 مليار. أسعار بقى الفايدة وخفض أسعار الفايدة وكان في الفاصل كان بيقول لي إن في 2025 إحنا وصلنا ل7.25 أو 7.25 انخفاض في أسعار الفايدة في عام 2025. مدى تأثيره على الاستثمار والإنتاج يا فندم؟ الحقيقة في 3 حاجات. الحاجة الأولى في التحسن النسبي في معدلات التضخم. أدت إلى إن أنا أقلل سعر الفايدة وأنا مطمن. إحنا كنا وصلنا ل 37% معدل تضخم، دلوقتي إحنا عندنا ما بين 11 إلى 13% معدلات التضخم الحالية. قلت طبعا. ومرشحة إنها تنزل 1 ديجيت. حاجة جميلة دي. الهدف بتاعنا ايه الحكومة المصرية؟ ان احنا نوصل ل7% معدل تضخم بلس اور ماينس 2%. 2%. يعني احنا هدفنا يا 7 يا 5 يا 9. ده الارقام المستهدفة يا فندم. نعم. النقطة الثانية حضرتك ثقة اكبر في استقرار سوق الصرف، وده برضو عشان الهوت ماني. نعم. ده سوق الصرف ده، فده ده ثقة اكبر. 3 حضرتك هو تحول تدريجي، بننتقل الى دعم الاستثمار. ليه بقى؟ لان دعم الاستثمار حضرتك المستثمر اللي بيجي ياخد قرض لما سعر الفايدة يبقى 27 او 20 او 17، خلاف لما يكون كام؟ 12 13. نعم. واخد بال حضرتك؟ فبالتالي التكلفة هتقل. يبقى ده المستثمر بتاع القطاع الخاص. طب الحكومة مش هتستفيد؟ هتستفيد، لان الدين العام كل 1% بينزل في سعر الفايدة بيوفر على الدولة المصرية 45 مليار جنيه مصري. اضرب في 7 يبقى ده التوفير اللي انت عملته بقرار خفض سعر الفايدة. نعم. ما بالك بقى ان في توقعات 2026 سينخفض سعر الفايدة بحدود 7%. يعني هنوصل على مدار السنة هنوصل ل 13 أو 14. نعم. شوف بقى 7 و7 14 اضربها في 25، هذا هو حجم التوفير في خدمة الدين. وأقصد بخدمة الدين اللي هي يا فندم إيه؟ أسعار الفايدة. أسعار الفايدة على الدين. نعم. مش أصل الدين. وبالتالي نعم. حضرتك لما بيقول رئيس الوزراء إن أنا العبء بتاع خدمة الدين هيقل،
ان شاء الله. هذا هو احد الاسباب باذن الله. خفض التضخم نعم. وخفض اسعار الفايده هتؤدي بك محاسبيا الى ذلك. هل ينعكس ذلك اقتصاديا؟ طيب. نعم. خليني اقول لحضرتك اقتصاديا. طيب انا قبل اقتصاديه يا فندم، المواطن العادي بقى هيحس بايه بعد القرار ده؟ ايوه يعني اللي هو خفض اسعار الفايده اللي هي 1%. طبعا انت سالت السؤال اللي بيساله الناس كلها. المواطن العادي. خلينا نروح بقى للمواطن اللي انا وانت منهم. طبعا. نمره واحد، انخفاض معدلات التضخم هتؤدي لزياده القوه الشرائيه للجنيه المصري. نعم. نمره اثنين، خفض سعر الفايده هيبقى ايجابي على المستثمر وعلى المواطن. هتقول لي ازاي؟ ده الراجل كان بياخد 27 هياخد دلوقتي بياخد 17 وبكره هياخد 14 و13. هقول لك ما انا بحسب ايه؟ الفرق ما بين سعر الفايده ومعدلات التضخم. اذا كان معدل التضخم اعلى من سعر الفايده نعم. فالمواطن بيخسر. اذا كان معدل التضخم اقل من سعر الفايده المواطن بيكسب. يبقى بالتالي حضرتك ودي من اهم مهام وظيفه البنك المركزي. مظبوط. السياسه نعم. النقديه وتنسيقها مع السياسه الماليه. نعم. والسياسه التجاريه. نعم. يبقى احنا بنقول ايه؟ اذا كان سعر الفايده 14% ومعدل التضخم 7 أو 9%، نعم. فده في صالح المودع. هذه واحده. النقطه الثانيه، اذا كان التضخم اعلى من سعر الفايدة، ولو كان سعر الفايدة ده 30% يبقى المواطن بيخسر. يبقى أنا بنوضح للمواطن البسيط إن طالما معدل التضخم أقل من سعر الفايدة فهو عمليا نعم. ووظيفيا ونقديا بيكسب الفرق. يبقى بالتالي هو عنده نمو أو معدل فايدة حقيقي وليس اسمي. نعم. يعني نقدر نقول نستنتج من كلام حضرتك ان المواطن هيحس او هيستشعر باختلاف كبير جدا في عام 2026 يا فندم. خلينا يعني اختم مع حضرتك اذا كان هناك وقت. يعني هو فاضل قدامي يعني بنقول ايه من الجانب الاقتصادي؟ خفض الفايده بيخفف تكلفه التمويل على القطاع الخاص. والدوله عطت كام في المية؟ 65% من الاستثمارات للقطاع الخاص في الموازنه. فده يتوافق مع طلب القطاع الخاص المصري ومع طلبات الصندوق. ايضا بيعيد الزخم للائتمان الخارجي خاصه في قطاع الصناعه والزراعه والخدمات اللوجستيه، كما يحد نسبيا كما اسلفت من عبء خدمه الدين المحلي على الموازنه العامه، وهو عنصر حاسم في الموازنه العامه 2025 2026. ان شاء الله الخير كله في 2026.